الليلة دي كان المطر شديد جدا، والرعد والبرق بيضربوا في السماء. الشتا السنة دي رهيب. ركبت عربيتي علشان اروح لحسام بسرعة، وفي دماغي 100 سؤال. ايه اللي بيتكلم عنه حسام بالظبط؟ يقصد ايه بانه حبسه؟ وهو مين اصلا؟ وهنا افتكر الكلام اللي كان بينهم من اكتر من 10 سنين لما كان مهتم بعالم الماورائيات. الطلسم ده يا صلاح خطير جدا، اللي يلاقيه بيقدر يستدعي ملك ملوك الجان ويقدر يحبسه. صلاح، انت فين؟ انا في الطريق. صلاح، الطلسم ده زي ما انت عارف بيستدعي ملك الجن وبيحبسه. الكارثة انه مش هيسيبنا يا صلاح بعد ما عرفنا السر ده عن الطلسم، وموضوع حبسه ده هيكون بشكل مؤقت. صلاح، اللي محبوس عندي ده مش هيسيبنا عايشين على وش الارض. ده قوته رهيبة يا صلاح، ده مش هيسيب حتى اهلنا، هيصطادهم واحد ورا التاني. طب حسام، انا هقفل دلوقتي معاك وهكلمك تاني. لا 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 ارجوك، مش وقتك تعطلي خالص. انا هعمل ايه في الورطة دي؟ الدنيا ضلمة وانا في حتة مقطوعة. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ صلاح في اللحظة دي بص في المراية، وعينيه وقعت على جوز عيون من جمر. في الكنبة اللي ورا كائن بشع قال له جملة واحدة: مش هتقدر تعمل حاجة، ارجع مطرح ما جيت.